محمد رزقي يحذر من تداول أغانيه بعد تصدر أنا الغلطان ترند. أنا خصيمك أمام الله. إليكم التفاصيل. فقد وجه الفنان المعتزل محمد رزقي المعروف بلقب شاب رزقي رسالة إلى مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي عبر فيها عن رفضه لإعادة تداول واستعمال مقاطع من أعماله الفنية السابقة دون موافقته. وجاء موقف رزقي على خلفية الانتشار الواسع لعدد من المقاطع المقتبسة من أغانيه القديمة والتي عادت إلى الواجهة خلال الفترة الأخيرة، خصوصا عبر مقاطع الفيديو القصيرة المنتشرة على منصات التواصل. وأوضح الفنان في رسالة متداولة أنه لا يوافق على استخدام أعماله السابقة في محتويات جديدة، مبديا رفضه لاستمرار توظيف أغانيه ومقاطعه الفنية ضمن هذا النوع من المنشورات، قائلا: أنا خصيمك أمام الله يوم القيامة لأي شخص يستخدم أغاني ديالي من أجل ترند تيك توك. وجاء هذا الانتشار في وقت اختار فيه رزقي منذ سنوات الابتعاد عن الساحة الفنية وإعلان اعتزاله الغناء، كما تخلى عن لقبه الفني السابق، وسبق أن دعا متابعيه إلى عدم إعادة نشر أغانيه القديمة أو الاستماع إليها. وأثار رواج أغنية أنا الغلطان مجددا رد فعل الفنان المعتزل الذي وجه رسالة حادة إلى الأشخاص الذين يستخدمون أعماله السابقة في مقاطع ترند، مؤكدا أنه لا يرغب في إعادة تداولها. وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع موقف الفنان، خصوصا أن أغنيته استعادت شعبيتها بشكل لافت بفعل الاستخدام المتكرر لمقاطع منها رغم مرور سنوات على اعتزاله. وهكذا وجدت أغنية أنا الغلطان نفسها مجددا في صدارة التداول الرقمي بعدما أعاد منصات التواصل وخوارزمياتها تقديمها لجمهور جديد في وقت يسعى صاحبها إلى وضع حد لمسيرته الفنية السابقة.